شفايف ناعمة جدا وموردة من غير أي تشققات أو نزيف. هقولك النهاردة على الخطوات اللي بنعملها في العيادات عشان نعالج التشققات دي. بس الأول عايزاكي تعملي سبسكرايب عشان تنضمي لعيلتنا. أول خطوة هو إن جسمك يكون فيه كمية مية كافية. لازم تشربي مية كتير، لأن صدقيني شفايفك عمرها ما هتبقى مترطبة وناعمة زي كده طول ما هي مش مترطبة من جوه ومن بره. وأي كريم مهما كان غالي استخدمتيه عمره ما هيوصلك للحالة دي طول ما انت اصلا مش بتشربي ميه كفايه. تاني خطوه بقى وهو انك تجيبي مرطب يكون فيه عامل حمايه زي افين او بيزلاين او شان او ليبلو. اما بقى تالت خطوه عايزاكي طول ما انت قاعده كده ترطبيها بفازلين بكل انواعه. ده هيحبس الترطيب جوه الشفايف وهتبدا تبان انها مورده وطريه جدا، والتشققات هتبدا تقل بالتدريج. استخدمي بقى المرطبات دي 3 مرات في اليوم او اكتر حسب وقتك. هتبداي تلاحظي فرق في النعومه واللون، والتشققات هتبدا تقل من اول يوم. بس اهم حاجه بقى لا تقربي قلم او اي حاجه من الشفايف ولا تلمسيها بلسانك، لان اللعاب اصلا بينشفها وبيعمل التهاب جلدي، ولا حتى تقشريها باسنانك او تستخدمي عليها مقشرات او سكراب او حتى ليمون. واي منتج بتحطيه بيعمل وغز او حرقان لازم توقفيه فورا وما تستخدميهوش. طب انتي لو شفايفك بتنزل دم كده كملي ترطيب بنفس المنتجات اللي قلتلك عليها، ولا تقشريها ولا تحطي عليها كحول. طب انتي لو جربتي كل الحاجات دي بس برضه لسه مشققه ومش ناعمه، اكتبيلي في الكومنتس وهعملك بارت 2 ازاي تعالجيها. ما تنسيش السبسكرايب وتفعلي الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم الفيديو الجاي.